هو انت ليه دايما بتبتدي وبتبطل؟ طب انت عارف ان العيب مش فيك، العيب في دماغك. اه والله. طب هقول لك على حاجه. فاكر اول يوم دخلت فيه الجيم مثلا، او اول مره قررت تبدا دايت، ولا اليوم اللي قلت فيه بس انا من بكره هتغير حياتي؟ طب وبعدين؟ بعد كام يوم زهقت ونسيت، اتشغلت، بطلت. طب ليه بقى؟ هو انت ضعيف، ولا مكسل، ولا مفيش اراده؟ انت طبيعي جدا على فكره، بس اللي حصل ده في علم النفس اسمه تاثير الانطفاء. يعني دماغك بقى لما يتعود على التحفيز بيقل تاثيره، وكل حاجه جديده بتبقى مشوقه في الاول، بس بعد شويه عقلك بيتعود عليها، ما بيشوفش فيها نفس المتعه، فبيبدا يسحب منك الحماس واحده واحده. والاسوأ من كده بقى، الاسوأ من كده انك لما بتوقف بتحس بالذنب، فبتبتدي تكره الفكره نفسها اصلا وتقنع نفسك انك مش قدها. بس الحقيقه اللي انت محتاجه مش حماس، انت محتاج بس تنظم وقتك، وتنظم معلوماتك، وتنظم خطتك. الحماس ده عامل زي النار، تولع فجأة وبتنطفي بسرعة. بس النظام عامل زي الفحم، بيفضل مولع حتى لو شكله هادي. في دراسة مشهورة عملها جيمس كلير بتقول إن الناس الناجحة دي مش أكتر حماس ولا حاجة، بس عندهم نظام بيشتغل حتى لو الحماس راح. طب الكلام ده معناه إيه بقى؟ يعني لما تصحى مش رايق تشتغل بره، لما تكون مضغوط تمشي خطوة صغيرة مش شرط تكون كبيرة. طب لما تبطل يوم ترجع تاني يوم تشتغل عادي. التغيير مش لحظة حماس على فكرة، التغيير قرار بيتكرر كل يوم حتى وانت مش في المود. طب والخلاصة؟ الخلاصة بقى يا صاحبي ان مفيش حد بيكمل لانه فايق طول الوقت. اللي بيكمل هو اللي حط نظام واشتغل عليه وهو تعبان قبل ما يكون متحمس. وانا مخلص جويش، وهي دي بقى الخلاصة.